اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. طبعا. كلمة محروم من الامتحان اللي هي ابني كلمني امبارح، وهركز على الكلمة دي. وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم يشوف اللي انا فيه. تعالى نشوفه كده، نكبره الموضوع. كلمة محروم من الامتحان. تمام. اللي حصل ان انا اول حاجة بكلم ابني، بقول له مش هتيجي. طبعا انا ربنا يعني يهديه ويهدي شباب أمة محمد كلها. أنا متعودة إن هو يجي مثلا بيجيب لي زي ما قلت قبل كده، كنت عاملة فيديو أنا تعبانة ما بخرجش وفي ظروف معينة، فهو ممكن يجي مثلا يقضي لي طلب عشان ما اخرجش، اقعد اسبوع اتنين ما اخرجش. بحيث مثلا لو عدى بقى بتاع بطاطس بتاع طماطم، الحاجات دي بتبقى الواحد يعني تحت ايده ان هو يقدر يشتريها، بتبقى بسيطة. آه، بقول له مش هتيجي، قال لي لا ده انا مخنوق اساسا. فبقول له ليه، ايه سبب الخنقة؟ ومن هنا انا اتقهرت وكأن حد ضربني بسكينة على دماغي. قال لي انا محروم من الامتحان. هنا بدأت اقول لي هالة بنت عمي، اول حاجة يا جماعة ان ما بقاش حد فاضل حد. بمعنى ان ولا اخت فاضية الاخت ولا اخ فاضل الأخ، كله نفسي نفسي، مصلحتي في مصلحة. بيبقوا حلوين معاكي، مفيش مصلحة الكل بقى بيبعد بقى ويشوف حاله. ما علينا. فدي سنة الايه، الحياة الدنيا. ما علينا، كل واحد مصلحتي ويلا نفسي. تبقى انت حلوة قوي، اما يبقى في حتة شوكولاتة كده في ايدك تبقى مسكرة، الشوكولاتة دي خلصت، تبقى انت عدوتهم اللدود. ما علينا، هم اكيد بيسمعوا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طبعا انا كنت قايله لكم قبل كده ان في سحر وفي ساحر وفي رصد وفي وحسبنا الله ونعم الوكيل. وتشوفي بناتك اللي انا فيه، لان انا مش عارفه اشيل دماغي، ما بيعديش تقريبا الاسبوع الا لما الاقي حاجه بتغلت عليا. فبتضطري انت بقى تشهدي اهلك ان في حاجه بتحصل النوع الفلاني او الاذيه الفلانيه. طبعا العيلة كلها واقفة عاجزة عن ان هي تفك السحر بتاعي، وده كده من سنين، دي حاجة يعني مفروغ منها. لكن انت بتبتدي تحطهم في الصورة عشان ما يقولوش ما قلتلناش ليه، ما اشتكتلناش ليه، كنا وقفنا جنبك. طب انا بقول اهو. فما حدش عارف يا جماعة ينجد الموضوع اللي انا فيه. فهنا بقى بقول لها بنت عمي، انا اتصلت بابني بقول له في ايه، راح معيط وقافل التليفون في وشي وبيقول لي انا محروم من الامتحان. فهنا بقول لها ان الساحر سعيد الشيخ ده بدأ الهجوم الفعلي على عيالي وخصوصا ابني، لاني انا قلبي مقبوض بقاله فترة. ومن اول الترم انا كنت عاملة فيديو قبل كده، ان واحدة قالت مشيتي في السكة الغلط، انتي وهم عيالك. هي طبعا فاهمة نفسها، انتي عايشة نفسك على وهم. لا يا جماعة، قلت قبل كده ان ابني عنده صداع مستمر، وده اعراض السحر. قلنا ان ابوه خده للشيخ، قرا عليه رقية شرعية، قال له ان في عقد مشتركة مع والدتك او مع حد من اهلك. قال ان في سحر جامد وفي رصد جامد في دماغك. قال ان كل شوية الولد متشتت في المذاكرة، يروح يخلص الورق بتاعه من الكلية، اسمه يسقط من القيد او اسمه ما بيبقاش موجود، او اسمه يعني كنت قايله قبل كده ان هو كنت نشره لكم ان هو راح عامل اجازه مرضيه عشان ياخد اجازه عشان كان متجبس. فراح الموظفه بتقول له اسمك مش موجود، او اللي ورقه الاجازه ما جاتش. قال لها ازاي ما جاتش، انا رحت مستشفى الجامعه واخد من 15 ل 20 يوم اجازه. قالت له طب روح هات لي ورق، الواد ده وخين يا لمونه. طبعا كلها اقدار وكلها مكاتيب، لكن اما بتبقي انت واقعه تحت واحد من لا يرحم لا يرحم، تحت ساحر، الساحر ده عنده كلاب مسعورة. الكلاب المسعورة دي يا اما انت تخضعي لأوامره، يا اما طبعا ادخلوا انتوا على النت. الواحدة تقول لي انت داخلة في سكك الصفحات بتاعة السحر. لا يا هانئ، ده ساحر راصدني، راصد عيالي. وربنا يكتب على عيالك يتعاملوا مع ساحر زي تماما.
طبعا كله ابتلاء من ربنا، بس الواحد لما بتبقي انتي قاعده بقى شايله حمل، بتصوتي وكل حته في جسمك تعباكي ومش قادره تخرجي ومش عارفه كمان يعني حد يساعدك، كل ما تروحي لحد بيتجدد. فربنا يكتب على بناتك وتبقي تشوفي بقى انتي متابعه المواقع بتاعه السحر. ما علينا، منها لله، واكيد هتشوفوا في بناتها حيه قبل ما تموت، عشان محدش بيرحم حد. هنا بقى بدأ الولد يتشتت، مش راضي يتصل. اتصلت بيه امبارح بيكنسل عليا، ولقيته بيعيط وبيقول لي هتصل بيكي. فهنا عايزة اتصل بفتحي واقول له طب ايه سبب المشكلة. ففتحي من النوع اللي هو بيتلكك على الغلطة زي خالتك كده وزي اختك. فهيبقى الكلام انت عرفتي ازاي، انت اللي رحتي للساحر. وبتبتدي هنا يا جماعة انت اللي رحتي وانت اللي عملتي. طيب، الناس اللي بيجيلها سرطان، وعقبال ما تدوقي برضو عشان تبقي ترحمي، انت ما رحمتيش اختك اللي عندها سرطان وانت فاهمه الكلام كويس. ف يعني محدش بيرحم حد. زي اختك مثلا في مشكله بتنسى بقى ان اما ولدت بنت من 5 سنين، وعشان انا ما روحتش خدمتها لاني كنت تعبانه، قالت لجوزها انا ماليش دعوه باخواتي، وانا معايا جوزي وعيالي وخلفت البت التالتة ومش محتاجه حاجه من حد، لاني كانت عايزاني مجرد خدامه. وزي ما قالت لي زي ما ربيت التوأم ربي البت التالتة. هتقولك ما حصلش. فجوزها قال لها لا، ده اخواتك تعبانين، ما تقطعيش صله الرحم، لهم ظروف خاصه. عملت هي ايه؟ نامت من هنا، حلمت بماما جايه بتقول لها ما تقطعيش علاقتك باخواتك. فواحدة بايعة من أكتر من 5 سنين، دلوقتي البت ماشية في ال6 سنين. فما تجيش بقى تقوليلي ده أختي اللي عملت. انتي واخدة القرار، قلتيها معايا جوزي وعيالي، خلفت البت التالتة ومش عايزة حاجة من حد. فانتي واخدة القرار بدليل اللي انتي شعفت أمك من الايه، شعفتيها جاتلك في المنام. ما علينا، نرجع بقى لمرجوعنا ان انتي بتبقي مثلا واخدة التحدي ومكملة، وقول ربنا كلمة محرومة من الامتحان. فقاعدة بقول له طيب ما تاخدش حاجة على أعصابك، لأن طبعا ضغطه عالي. وقلنا قبل كده ان هو عامل له سحر مرض من 2 أو أكتر. دلوقتي بيروح لدكتور مخ وأعصاب يعمل أشعات، يوديه لدكتور باطنة، دكتور باطنة يوديه لدكتور كلية، دكتور كلية مش عارفة يوديه لدكتور ايه. وماشي في اللخبطة كلها، أسحار وعقد ربنا ينتقم منهم. وكل ما يجيب سيرتي أنا وعيالي يشوفوا النتيجة. فبقول له هنا لقيته بقى بالصدفة. أنا يعني لقيته في بعض الصفحات كاتبة طفولة بعض العظماء عبارة عن، في بقى كاتب علم البسطاء من أجل البقاء. لقيت ابني كاتب مسجون في الغربة، مسجون في الغربة. فأنا طبعا الكلمة قهرتني جامد قوي. زي ما قلت، مش كل انتوا معاكوا عيالكوا وجوازاتكوا قافلين على نفسكوا حياتكم معقولة او تلقائية او تكاد تكون طبيعية، تمام. لكن مش كل اني عيل مع ابوه في غربة او يقولك ده ابوه قاعد جنبه يبقى الواد حاسس بالامان. ليه؟ لان فقد الشيء لا يعطيه. ليه؟ لان فتحي نفسه آه غبي الغباء نفسه. ليه؟ برضو بفسرها، لاني فتحي آه فلوسه وطاقته كلها لمراته وعياله، عشان شوكتها قوية وعصبية وغبية. فدايما بيتفادى ان هو يزعلها، حتى بيضغط على ابنه وبنته. ودي معروفة طبعا ايه بشهادة الشهود. فكلمة مسجون في الغربة دي صعبة قوي، ان مش كل اللي معاه ابوه يبقى مثلا مبسوط، مش كل اللي ابوه بيصرف عليه يبقى مبسوط. ليه؟ لان كل قرش بيتصرف عليه تمنه ذله. ان انا بصرف عليك. ان طبعا الولد على قد ما بيقدر بيشتغل بس في كافيتيريا او حاجة، لكن زي ما بقول الساحر ده مش اعطيله فرصة ان هو يبقى فايق. ازاي؟ العقد في الجسم، زي يا جماعة السحر ده بالبلدي خالص كده، زي بيبقى عندك خراج في جسمك او حاجة ورمة في جسمك او تعبانة او عاملة عملية. فبتبقى الجسم دايما تعبان ومفيش مجهود اللي انتي تروحي تعملي مشوار، ولو قضيتي طلب بتكوني تعبانة وماشية تايهة وماشية فهو بيصنف العقد. فزي ما انتم شايفين كده مسجون في الغربة، كلمة كبيرة جدا.
وليها ابعاد كتيره جدا عمركم ما تحسوها طالما انتي قافله على بيتك وعلى جوزك وعيالك وبايعه الكل. ولا لا حياه لمن تنادي. فانا عادي انتوا بايعين، انا مليون الف بايع، انا بتكلم هنا على حاجه معينه. فبقول له هنا طيب ايه الاخبار؟ قال لي هشوف واكلمك. طبعا هنا بقول لها انا مش فاهمه حاجه، برضو ما بيردش عليا. بقول له هنا مفيش اخبار جديده، الواحد قلقان، اتصل بيا. طيب يمكن يكون اسمك متلخبط مع حاجه، روح الشؤون واسال. طبعا انا من امبارح ما بطلتش قلق، وحسبنا الله ونعم الوكيل زي ما بقول في كل اللي بيختبني ويختبع عيالي يبقى يشوف الألم اللي أنا فيه. طبعا الموضوع كله ان انت بتبقي قاعدة ألمك كافية خيرك شرك، بتروحي الشيخ واتنين وتلاتة ما بتلاقيش نتيجة. وعلى رأي أختي تقولي ما أنا من أول ما اتجوزت وانت مسحورة وتعبانة ومتلخبطة، ايه الجديد يعني؟ مفيش جديد، الجديد عندك انت مش عندي أنا. ما علينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحية وميتة مش مسامحاكي ولا انتي ولا التانية دي. ما علينا، تعالوا بقى نشوفوا هنا. طبعا الحاجات التانية بقى ان بتبتدي زي ما اقول بيبتدي هنا كل شوية يجيلك روابط في الفيس. الروابط دي او طلبات صداقة بتبقى عبارة عن زي ما انتوا شايفين. اول حاجة بتبقى في نفس اليوم، يوم الاربع، بيبي بوب ومش عارفة ايه، طلبات صداقة. بتحذفي طلب بيجي غيره، تحذفي طلب بيجي غيره. المشكلة بقى ان طبعا قافلين هما الايميلات بتاعتهم. فلقيت واحدة اسمها منال سعودي منشوراتها كلها عن السحر والعفاريت. طب انت ايه علاقتك بيا؟ مش عارفة. قافلين الايميلات دي اللي قدرت اصورها، بتلاقيه تسجيلات الاعجاب الراقي الشرعي. طب انت علاقتك ايه بيا؟ مش فاهمة. اهو زي ما انتوا شايفين كده، مش عارفة اشيل دماغي، انا مستهدفة من ساحر واتباعه. طب عيالك يوقعهم ليه؟ يدمر مستقبلهم ليه؟ طبعا يعني ايه يدمر مستقبلهم؟ طبعا زي ما قلت ادخلوا انتوا على النت او مش ادخلوا، انا ماليش دعوه بالنت، انا ليا دعوه بالاسئله ليا وعيالي. سحر فشل. ممكن كمان تكون اختي اكيد بتسمع، بتبقى ممكن سحر فشل، وانا قلتها قبل كده وقلت اخلص ضميري من ربنا في حاجه معينه، اني في سحر فشل في بنك المال بتاع جوزها مثلا، اللي انا قلت اقول الحته دي. تبقى عدم بركه، عدم بركه او فشل في المذاكره زي ابني كده بعد ما كان متفوق واخته. فشل في الفلوس، مفيش بركه، ديون، مسؤوليه ما بتنتهيش. طبعا انت بتعرفي ازاي بتقري على نفسك رقية شرعية سورة البقرة، ما بتلاقيش نتيجة. فطبعا زي ما قلت كلها اقدار ومكاتيب، لكن بتفرق في يا جماعة حد مستهدفك ومستهدف عيالك. روابط بقى، وبدخل ادي منال سعودي كلية مش عارفة ايه، علوم والقاهرة ومش عارفة ايه. طيب ابو الشروق الغربين ولا مش عارفة ايه، قافل. واحد تاني مش عارفة اسمه ايه، فرعون ولا مش عارفة ايه. رفاعة الثانوية العسكرية بطهطة. طب ايه وعزباء؟ طب انتي في محافظة غيري خالص، طهطة دي معرفش فين. من القاهرة بيبي بوب مش عارفة دي ايه. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان ترحمي بين ايه بلسانك انتي والتانية، تمام؟ وتعرفي اني حتى بقول لها اهو انا سعيد الشيخ مش هيوقف. بقول لهم ان انا مستهدفه، ما بتصدقونيش؟ لا ده محطني في دماغه اهو. تليفونات او رنات بتحذفي بيجي غيره، ايميلات ملهاش اول من اخر. كتبت لي الناس دي فاضيه يا اختي؟ لا مش فاضيه الناس دي، او بمعنى اصح هي فاضيه، دماغها فاضي، فبتدمر دماغك انت وعيالك. دي حاجه فاضية فمتسلطة عليكي. المشكلة بقى في ابني كلمة محروم من الامتحان، وعند الامتحان زي ما بيقولوا يكرم المرء أو يهان. الفشل مثلا فشل في مستقبل عيل،
يعني مش مكفيه ان مثلا كل ما يجي يلاقيني تعبانة او ألم في جسمي او صداع في دماغي. يأست من الحياة اللي انا مفيش. يعني دلوقتي مثلا رجلك وجعاكي او ظهرك وجعك، بتروحي الدكتور واتنين وتلاتة بتلاقي علاج. لكن اما تبقى من اول شعر دماغك او راس دماغك، ولا بيقولوا ايه، لحد صبع رجلك في ألم، ولا دكاترة الدنيا هتنفع، يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل. اتمنى في التعليقات تدعوا لي انا وعيالي، لان فعلا انا فعلا ما كنتش بحب اناقش الحاجات الشخصيه في القناه، لكن الانسان بيتكلم يعالج. حتى انا دايما بقول لمحمد ابني او كده، يا عالم، لو مت او حاجه، وانا بتمنى اموت من الالم. ليه؟ لان الالم ملوش علاج. زي السرطان كده، بتبقي انت في مرحله متاخره ومرحله بقالك سنين. فلو متي يبقى عيالي مثلا يشوفوا القناة ويفتكروا ان قد ايه طبعا انا بصوت وصورة. تمام. تاني حاجة، اللي انا هم اكيد سبيسمعوني، اللي انا بقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم على كل حاجة حلوة عملتها معاهم، وكل وقفة ولا بحمد ولا بجميل. ما علينا، فاكيد هما يسمعوا ويقولوا ايه الحق ده بتقول، وايه الحق ده بتعمل. لا، انا زي ما قلت يمكن انا مش منافقة، فبتكلم كلام صريح ان انا مش مسامحة، لان ادتكم سنين مودة او رحمة، او مثلا رأفة بحالكم، او واقفة معاكم، او فبعد كل دوت ولا حياة لمن تنادي. المهم دلوقتي عيالي، لان زي ما بقول حاجة حياتك بتتحطم من سنين. طيب انت بقى مسلمة امرك لربنا وقاعدة بتصوتي بالقلم، لكن حياة عيالك تتحطم من سنين، من الصغر كده. لسه شاب بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اول ما خلص السنه وهو قاعد متلخبط حاله ومتشتت، وعقبال ما تدوقوا في عيالكم، لانه زي ما قلت فاقد الشيء لا يعطي.